أهلا بيكم. ده بودكاست بسيطة، المكان اللي بنقف فيه لحظة بعيد عن دوشة الدنيا، وببساطة هنقرب من مشاعرنا من غير توتر ولا ضغط، لأن كل شعور صعب جوه رسالة وجانب إيجابي إحنا مش شايفينه. أنا نور رجب، معلقة صوتية، وظيفتي إني أحول الكلمات المكتوبة لصورة من الخيال جوه فكر اللي بيسمعني، وحبيت أستخدم صوتي عشان أوصل رسالتي، عشان نشوف الدنيا بشكل أجمل، وده من فهمنا لمشاعرنا صح. والمشاعر اللي بنسميها سلبية هنحولها لطاقة تساعدنا مش تعطلنا. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة، قوة الانطوائية. دايما الكلام عن الشخص الانطوائي بيكون سلبي، وإزاي الشخص الاجتماعي ألطف وأظرف. الشخص الانطوائي مستمع عبقري، بير أسرار، ساكت ساكت، هادي جدا، مش مهتم إنه يتكلم وسط الناس. بس ده مش معناه إنه مش مركز أو سرحان، بالعكس دماغه بتكون شغالة أكتر من الكل. الشخص اللي بيسمع أكتر ما بيتكلم بيفضل دايما غامض، وده بيسمح له إنه يلاحظ سلوكيات الناس وأنماطهم بشكل أفضل. بيكون حريص جدا في ردوده وقراراته، راسي كده وهادي. عشان كده لو اتكلمت مع شخص انطوائي غالبا هتتفاجأ برأيه وكلامه. الانطوائي بيقدر يتعامل ويشارك ويسافر ويتكلم ويبقى وسط الناس، يمكن أفضل من أي حد، لكن هو مش بيحب يعمل كده. الحاجات دي مش ممتعة بالنسبة له. الانطوائيين بيلاقوا الجمال في الهدوء والتأمل. عدم رغبته في الخروج للاجتماعيات والرحلات بيخليه عنده وقت أكبر للشغل والدراسة والتمرين بشكل مستمر. ممكن يكون ده ممل جدا لغيره، لكن بالنسبة له هو ممتع جدا، وده بيسمح له يعمل تطور رهيب في شخصيته. والانطوائيين أنواع. النوع الأول النوع الاجتماعي، ده بقى صاحبك اللي بيقعد معاك على القهوة ويتكلم ويضحك ويشاركك قصص وحكايات، لكن في التجمعات الكبيرة بتلاقيه ساكت وبيسمع ومش بيشارك. النوع التاني الانطوائي المتأمل، ده بقى اللي بتلاقيه دايما بيتأمل وغرقان في التفكير، وغالبا هتكتشف إن عنده مواهب زي الكتابة أو الموسيقى. النوع الثالث بقى الانطوائي القلوق. النوع ده بيتوتر من المواقف الاجتماعية، وبيكون أسوأ أيامه إنه يضطر ينزل فرح أو يقدم واجب عزاء. أما النوع الأخير الانطوائي العاجز، النوع ده بيحب العزلة والبعد عن الاجتماعيات، وبيواجه صعوبة في اتخاذ القرارات وصعوبة إنه ياخد خطوة تجاه أي حاجة. دي بتكون درجة متقدمة من الانطوائية، ممكن تسبب مشاكل نفسية واجتماعية على المدى الطويل. في ناس قوتها مش في الكلام، قوتها في السكوت، والانطوائية دي سمة شخصية وليها مميزات. أول ميزة الغموض. الأشخاص الانطوائيين عمرك ما هتحس بالملل وانت بتتعامل معاهم، لأنك عمرك ما هتجيب آخرهم، هتفضل دايما تفكر يا ترى في دماغهم إيه. تاني ميزة مشاعرهم القوية. الأشخاص دي بيتعاملوا مع الناس بمنطق الحصرية، الناس اللي هتقرب مني واللي هرتاح لهم هديهم مشاعر كبيرة. اختياراتهم لدايرة الأصحاب الموجودة في حياتهم بتكون محدودة جدا، وبالتالي بيدوهم مشاعر كبيرة. عشان كده هتلاقيهم من أقرب وأجدع الناس اللي اتعرفت عليهم. تالت ميزة بقى طريقتهم في التفكير. الشخصيات دي اللي داير في دماغها أكبر بكتير من اللي انت بتشوفه، وعشان كده هم تعودوا يفكروا بأسلوب معين. هتلاقيه بيفكر يا ترى ايه هي الأسباب اللي أدت للموضوع، يا ترى ايه هي النتائج، يا ترى ايه هي الاحتمالات. تفكير ممنهج بيظهر وسط اجتماعات العمل بشكل حلو جدا. رابع ميزة مستمع جيد وباهتمام، وده بقى ليه تأثير إيجابي وساحر على الأشخاص اللي قدامهم. خامس ميزة الاعتماد على النفس، لأنهم في الأساس مش بيحبوا يطلبوا المساعدة من حد، فبالتالي تعودوا إن هم يعتمدوا على نفسهم، وتعودوا إزاي يدوروا على المعلومة ويوصلوا لها. كل مرة بتحترم حدودك وبتسمع لاحتياجك للهدوء، انت مش بتهرب من الحياة، انت بتختار تحافظ على نفسك وتبني علاقة أصدق معاها. ببساطة الانطوائية مش خجل، مش كسوف، مش خوف. الانطوائية مش عيب، تكون عيب بس لو انت تعاملت مع نفسك على انك معيوب. وافتكر ان انطوائيتك مش ضدك،
دي جزء من قوتك، من طريقة شغلك، من طريقة حبك، ومن عمق علاقتك بالناس القليلين القريبين لقلبك. اعرف ميزاتك ووظفها بالشكل اللي يفيدك في المكان اللي يفيدك، لأنك لو استغلتها صح ممكن انطوائيتك تكون السبب الرئيسي في نجاحك. لو الكلام ده لمس حاجة جواكم، لو حسيتوا إن في مشاعر كنتوا محتاجين تسمعوها من زمان، تابعوا بودكاست بسيطة وساعدونا نوصل لناس محتاجة تسمع الكلام ده زينا. رحلتنا لسه في أولها، رحلة تصالح، فهم، هدوء، رحلة نرجع فيها لنفسنا. وافتكر دايما إنك تحب نفسك، لأنها تستاهل إنها تتحب.